اه صاحبي، مالك قاعد متضايق كده ليه؟ والله يا صاحبي، الدنيا ملخبطه معايا خالص، والفلوس اللي بجيبها من الشغل مش مكفيه حاجه. يبقى انت لسه ما تعرفش برنامج وانا اكس بيت. ايه بتاع ايه ده؟ وايه الايفون ده صحيح؟ بتاع مين؟ قصدك على ده؟ بتاع حب. ما انا جايبه من الفلوس اللي كسبتها من البرنامج. والله بجد؟ فكرته ايه يعني؟ ولا اي فكرة. انت بس بتحط فلوس وبتلعب العاب سهلة اوي، وانت وحظك بقى تكسب زي ما تكسب 1000 اتنين، واديك شايف. انا لازم افكر الاول. My time is now. ايه يا عم، محتاجة تفكير دي؟ فرصة وجات لحد عندك عشان تجيب كل اللي نفسك فيه، ولا تتحول لشغل ولا الغير، ولا انت غاوي تعب وفقر؟ عاجبك حالك ده؟ الله يا راجل، اسمع كلام صاحبك، العب واكسب وما يهمكش. مستني ايه؟ يلا. طب بقول لك ايه، ابعتهولي كده بسرعه. بس كده، ثواني. صبح اخويا. ماله ده؟ انت يابا. ايه؟ اديني خسرت بسببك. عايز اعرف ايه اللي واخد تركيزك ومش معاك على الدنيا بالطريقه دي كده؟ دي لعبه يا عم، بحط فيها فلوس العب بيها وبكسب قدها مرتين تلاته. رهان يعني. يعتبر او لا. انا بعتمد على حظي. سيبني بقى اكمل عشان عايز اقفل الباكو النهارده. باكو ايه وزفت ايه؟ ارمي على اللي فيرك ده وركز معاه شويه. مش هنخلص. هات اللي عندك. الوقت انت ما تعرفش اللي انت بتعمله ده رهان. طب ما عندكش ادنى فكره ان الرهان اصلا حرام؟ برضه هيقول لي رهان يا عم، انا بلعب وانا وحظي بقى. بلاش تأليف يا اسطى، انت بتضحك على نفسك ولا بتضحك على مين؟ ولا عايز تخلع من الذنب وخلاص؟ ذنب؟ هو الرهان حرام طب لو حرام، حرام ليه؟ انا اقول لك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ شكلك برضو مش مدرك. بص يا صاحبي، بالهداوة كده، انت من غير الفلوس دي مش هتموت من الجوع ولا حاجة، ولا حياتك هتخرب ولا اي كلام من ده. اه والله. هو بس الشيطان بيهيئلك ده، بل وكمان بيملى دماغك بأوهام ان فلوس المراهنات دي هتعيشك احسن عيشة وهتجيب لك كل اللي نفسك فيه. فبالتالي ده بيبقى تمنه انك بتتلهي عن صلاتك وعبادتك لربنا سبحانه وتعالى. ونعم بالله يا صاحبي، بس انا الدنيا صعبه معايا خالص، والفلوس دي كانت هتحل لي ازمات كتير. اهو ده بقى كلام الشيطان اللي انا لسه بحكيهولك. صاحبي الموضوع مذكور في القران، يعني مفيش فيه جدال، وطالما ربنا نهاك عنه فانت عليك الفهم اول وبعدين التنفيذ. هو مش الاخ مسلم موحد بالله وكتابه برضه ولا ايه الدنيا؟ ايوه ايوه يا عم، انت هتكفرنا ولا ايه؟ بس انا معرفش، انا كده ببقى خلاص مش هعمل كده تاني، او خلاص دي اخر مره وفجاه الاقيني جوه اللعبه وبحط مبالغ كبيره قوي عشان اكسب اكتر. ما هو ده مربط الفرس يا اخويا، انك ضعيف قدام شهواتك، ومهما كانت رغبتك انك تتوب برضه الشيطان بيعرف يدخل يلعب جوه راسك. وده اللي مجنني، متعرفش ده سببه ايه؟ لا، هي لو على الاسباب فلها اسباب كتير. قلة سماعك للقرآن، قلة الصلاة، ده حتى يا اخي ما بيهونش عليك تروح تحضر خطبة الجمعة، وبتروح بعد ما المؤذن يقيم الصلاة ويا دوب تلحقلك مكان بره الجامع. لنا كلام على الحوار ده في وقت تاني، خلينا في اللي احنا فيه دلوقتي. وقول لي ازاي بقى يا حزنبل هتعرف تسيطر على نفسك وسط كل الكوارث اللي انت فيها دي؟ هو يعني على قد لوحدي؟ ما كله بيلعب اللعبة وبيكسبوا فلوس قد كده. يا بقت كده. على العموم، هو كله بيعمل الذنب، بس كل واحد هيتحاسب لوحده.
يا اخي ده ربنا بيقولك في كتابه الكريم ولا تزر وازرة وزر اخرى، يعني زي ما انت مش هتحاسب على ذنب غيرك محدش هيحاسب على ذنب، وان ليس للانسان الا ما سعى. هقول لك حاجة تانية يمكن تفهمني وتسمع لكلامي. انت كل مرة بتراهن بتفضل على اعصابك صح، ومشدود كده ومركز تفكيرك في ناحية واحدة وبس، ومن هنا اللعبة بتتحكم فيك، مشاعرك واحاسيسك بتبقى مهددة بالانهيار في اي لحظة، ومع الوقت التوتر هيسيطر عليك وممكن تتعب نفسيا، ده غير الذنوب الكتير قوي 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 اللي بتشيلها في كل مرة بتلعب، ايا كان بتكسب او بتخسر. والله زي ما بقول لك كده، عداد سيئات ما بيقفش، وشطانك واصحابه بيقفلوا تارجت السنة كلها على قفاك يا زبون. فراجع نفسك قبل فوات الاوان، يعني مفيش حل ابدا. بص ما هو زي ما انا بكسب بخسر برضه، فهلعب شويه اعوض خسرت وخلاص، مفيش فايده. بص يا صاحبي، انت لو بتخسر اعتبر ان دي اشاره من ربنا، وان كفايه ذنوب لحد كده، وانه بيحطك تحت اختبار النفس الاماره بالسوء، فالمفروض انك تسحب نفسك وتبقى خلاص خلصت على كده. ايوه بس الفلوس كتير يا صاحبي وفعلا ما تتعوضش، فبتهيالي يعني تستاهل المخاطره، تستاهل. انا هجيب لك النهايه عشان انا قربت اجيب اخر صبر معاك. فلوسك اللي بتكسبها دي حرام 100%، فمهما كانت كتير عمرها ما هتنفعك، واي حاجه هتدخل فيها الفلوس دي هتفسد وهتطلع عينك. ربك بيقول في كتابه الكريم والذي خبث لا يخرج الا نكدا، يعني زي ما انت تزرع زرع فاسد هتحصد نبات فاسد. مش عارف والله صاحبي، بس انت تقريبا كده اقتنعت بكلامك وشبه قررت ان انا ابعد عن المراهنات ده خالص وهمسح البرنامج اصلا. الحمد لله كويس قوي. بس ايه تاني؟ عايز كمان زقه بسيطه بس كده اهو، تتنى الحوار وتشيله من دماغي خالص خالص. بص يا اخويا، استهدى بالله كده واسمعني كويس. انت هتبدأ رحلة السعي على الرزق الحلال اللي بيجي بعرقك ومجهودك، وتفكك من اي قرش حرام بيجيلك من اي سكة وتحافظ على فروضك الخمسة، وتحاول تسمع القرآن بشكل اوضح وتفهم معانيه كويس قوي، ترضي ربك في شغلك واهلك واي حاجة داخل عليها، وصدقني هتلاقي الدنيا وقتها اسهل، هتحس احساس الراحة وهترضى عن حالك، وهتتأكد لنفسك انت شخصيا ان الجنيه حلال فيه بركة اكتر من 1000 حرام. شكرا والله يا اخويا انك استحملتني وعرفت تفهمني وتقنعني بالصح، وحابب اقولك ان بجد مش هروح للسكة دي تاني، وهحاول اي حد بيلعب على البرنامج ده انه يمسحه. الشكر لله وحده يا صاحبي اللي من علينا بنعمة الاسلام، ووهبنا عقل نعرف بيه الجنيه الحلال من الجنيه الحرام. وصلنا لاخر الحلقه، بتمنى انك تدعمني على قد ما تقدر، لان دعمك ده هيفرق معايا قوي قوي قوي. لايك وسبسكرايب، وما تنساش تشوف الفيديوهات اللي فاتت، ويا ريت تستناني في الفيديوهات الجايه. بس كده، سلام.